ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ توكيل ابو غالي وكيل علامه جيلي في مصر قرر ان هو يعمل خصم كبير على العربيات اللي ما بتتباعش عنده ويرفع سعر العربيات اللي بتتباع عنده، ودي حركه غريبه بصراحه. يعني احنا كلنا عارفين المنافسه دلوقتي بقت صعبه جدا، وخصوصا في السوق عندنا مع العربيات الكتير الموجوده التجميع المحلي، ولسه في عربيات اكتر واكتر هتنزل. فان انت تزود سعر عربيه ولو حتى بنسبه بسيطه ده ممكن يخرجك من المنافسه في الفئه بتاعتك. المهم في الفيديو ده هنتكلم عن التغيرات اللي حصلت في عربيات جيلي. كل ده واكتر هنعرفه بعد الفاصل. هنتكلم الاول العربيات اللي خدت التخفيض. اول عربيه خدت تخفيض العربيه جي اكس 3 برو، العربيه اللي كان سعرها 925,000 وخدت تخفيض 75,000 جنيه وبقى سعرها 850,000 جنيه. السعر اللي كانت نازل بيه في العربيه في الاول ده كان بيخليها تخش في منافسه مباشره مع الشير تيجو 4 برو، مع ان دي فئه ودي فئه تانية. دي عربيه صغيره تتقارن بالكارديان، تتقارن بالجاك الاس 2، فما ينفعش تتقارن بسعر الشيري. العربيه بتيجي بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي، 140 نيوتن متر، وفتيس سي في تي، فيها شويه دلع بقى، جنود 17 ومصابيح ليد وشاشه 8 بوصه. عربيه في المجمل مش وحشه، بس برضه سعرها محتاج يتظبط سنه. تاني عربيه جيلي اوكوافانجو، ودي عربيه اس في ضخمه مش صغيره، كان سعرها 1,770,000، خدت خصم 130,000 جنيه مره واحده عشان يبقى سعرها 1,640,000. بالرغم ان العربيه كبيره مش صغيره، وبتيجي بموتور 1500 سي سي تربو بيطلع 190 حصان، وفتيس بتاعها دول كلاتش، بس سعرها الغالي اللي كانت نازله بيه في الاول ده كان مخلي سعرها قريب من عربيات كوري وعربيات احسن منها بكتير، رغم طبعا مساحتها الضخمه يعني. فلما نشوف ال 130,000 جنيه دول هيعملوا ايه في العربيه دي. العربيه دي على فكره 7 راكب مش 5 راكب، فيها شاشه 10 بوصه وفتحه سقف بانوراما وتكييف هواء وجنط 18، ونظام الامان بتاعتها حلوه، بتيجي ب 6 ايرباج وكاميرا 360، فهي كباكج كويس مش وحش، وخصوصا بعد التخفيض اللي خدته. العربيه الثالثه واللي يعتبر سعرها بقى كويس العربيه جيلي الستار راي. الفئه الاولى من العربيه دي كانت بتيجي بسعر 1,760,000، خدت خصم 160,000 جنيه مره واحده بقى سعرها 1,600,000. والفئه الثانيه برضو خدت خصم 195,000 جنيه عشان تيجي ب 1,700,000 بدل 1,895,000. اما الفئه الثالثه فخدت خصم 160,000 بقى سعرها 1,800,000 بس بدل 1,960,000. والفئه الرابعه فئه الجي تي بقى سعرها 1,880,000 بدل 2,050,000، دي برضو خدت خصم 170,000 جنيه. العربيه دي تعتبر من العربيات الكويسه كشكل وكحجم، بتيجي بموتور 1500 تربو بتطلع 172 حصان مع موتور 270 نيوتن متر عزم، وتيجي متوصله بفتيس دول كلاتش. تصميم الداخلي بتاع العربيه كويس، فيها شاشه 12 بوصه وسقف بانوراما، وطبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كل الدلع بتاع العربيات الصين. العربيات المجمعه حاليا عنده بقى بدل ما يظبط سعرها اكتر لا راح مغلي سعرها. الجيلي كول راي دي عربيه كان بيجيبها مستورده الاول وقرر يجمعها عندنا في مصر. ظبط الموتور بتاعها وظبط الفتيس بتاعها وخلاها عربيه معقوله وبقت باكج كويس، بس زود سعر الفئه الاولى 29,000 جنيه، كان سعرها 1,070,000 بقى سعرها دلوقتي 1,099,000، يعني تقريبا 1,100,000. والفئه الثانيه زودها برضو 29,000، كانت ب1,170 بقت 1,199. والفئه الثالثه نفس الحكايه 1,270 بقى سعرها 1,299. العربيه دلوقتي بقت بتيجي بالموتور 1500 تربو الاربعه سلندر مع فتيس الدول كلاتش الويت، بتطلع 175 حصان 255 نيوتن متر، وعربيه تعتبر كويسه وحلوه ومحبوبه كمان بره مصر. التصميم الخارجي بتاعها كويس، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، نظام الثبات الالكتروني طبعا موجود، والتلات فئات بتوع العربيه كويسين، وهنزل لهم فيديو قريب بالفرق ما بينهم. جيلي امجراند بقى المجمعه محليا، ودي عربيه خدت حصه كويسه في السوق، وعربيه تعتبر من العربيات اللي بدانا نشوفها، بس طبعا التوكيل لما بيصدق اي عربيه تبدا تبيع ويقوم مزود في سعرها. العربيه كان سعرها 850,000 وده كان سعر معقول، راح رافع سعرها مره واحده 29,000 جنيه بقى سعرها 879,000. والفئه الثانيه بتاعتها كانت ب 970,000، خلاها تقريبا ب 999,000، يعني مليون جنيه، يعني زود برضه 29,000 في كل فئه. العربيه دي باكج هادي كده، بتيجي بموتور عادي خالص 1500 سي سي مش تربو، بيطلع 120 حصان 152 نيوتن متر، بتيجي بفتيس 6 سرعات عادي، ولا دول كلاتش ولا سي في تي. التصميم الخارجي بتاعها شكله حلو وشيك، وابعادها من جوه ابعاد كبيره مش صغيره، مشكلتها بس الخصوص الارضي بتاعها صغير شويه 12 سم، بس كباكج وكاميرات كويسه مش وحشه. وانا كان نفسي التوكيل يفضل مثبت سعرها على 850,000 عشان السعر كمان يساعد العربيه تنتشر في السوق اكتر واكتر، ما تبقاش النيسان صني بتنزل سعرها عشان خاطر تاخد حته من التورته، والفئه تيبو بتنزل عربيه مانوال تحت ال 700,000 جنيه وانت توصل عربيتك لمليون جنيه، وبتخلي سعرها يخبط او يقرب من الام جي 5. وبس ده كان كل حاجه النهارده. قولنا ايه رايكم في حركه الاسعار الجديده اللي حصلت في توكيل جيلي دي، وما تنساش تبص على الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكم الفيديو الجاي. معاكم مؤمن سيد، سلام.